سناء عبود حمود، نازحة من منطقة رأس العين، ساكنة بتل تمر. نحن بهالخصوص هذا اليوم مشان عيد العمال العالمي، يعني كنساء نحن يعني قدمنا يعني نساء كادحات ونازحات وما وقفنا عند هالحد هذا. وفي نساء يعني رغم هالظروف هاي الصعبة حاولن قدر إمكانهن أن يطلعن من هالمرحلة الحساسة هاي، وقدرن يتجاوزن مراحل كثيرة، وطبعا كله فضل القائد وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. قدروا يتخطوا مراحل كثيرة، وخاصة النساء بهاي الفترة خاصة يعني كانوا مقدمات لكل شيء. يعني من في خطوط الجبهات النساء ما قصروا، يعني كانوا أول أولوية لهن. في كان لنا زميل كان يشتغل أولي بالأسايش، كان يقول نحن كنا على خطوط الجبهات، يقول لولا المرأة كنا هلا نحن انهزمنا من زمان. يقول حاولنا قدر إمكاننا يعني نتسلط على العدو هدول، بس كانت المرأة الحائز الأول لها، لأن يقول ردنا ننكسر، بس كانت المرأة بس بزرقودة وحدة قدرت إنه نحقق انتصارنا. طبعا هذا كله فضل المرأة، يعني عاشت هالمراحل الصعبة، والمرأة إذا بدها وإذا قد تقدر يعني تقدر تعيش مراحل كتير حساسة مثل نحن هلأ عم نعيش بهالظروف الصعبة الاقتصادية، وقدر يعني تخطينا مراحل كثيرة كمان. وهالظروف الاقتصادية، هالحصار اللي عم يصير، هالمنظمات اللي عم تشوفها يعني قدام عينها عم تسوي حائز كثير كبير، يعني عم تعيش الحدث وعم تشوف ايش عم يصير هون وعلى الظلم اللي عم يصير علينا، بس هي مو محركة ساكن، يعني واقفة بمكانها. النساء هذول قدوة لنا، النساء اللي هلا عم يشتغلون بالأراضي، النساء اللي عم يشتغلون بالمصانع، كل هذا دليل انه كان مشان مجتمع ناجح ومجتمع يعني للتقدم. هلا نحن من نازحين من منطقة راس العين وعشنا هذا الحدث، يعني مستحيل كنا نقدر نعيش بنفس المكان، يعني انه هالاستغلال هذا اللي عم يصير على المرأة نحن ما نقدر نعيشه. والمرأة ما تتحمل الظلم. شوف المرأة ما تقدر الا بدها تحكي، ما تقدر تتحمل تشوف شيء غلط بعينها وراح تسكت، لا ما راح نقدر. ونحن دائما كنا من الهدف الاول والاساسي انه ما حد يستغلنا وما حد يظلمنا، دائما بدنا حقنا، يعني ما نتعرض لاي انسان وما راح نروح لحدا يعني انه هاي بس إننا عم يجوا لعنا، ونحن ما نتحمل الظلم. والمرأة تتحمل الظلم، يعني تخيل المرأة قدرت تخلق روح من روح، سبحان الله يا ربي، اذا قدرت يعني تطلع طفل من احشائها وقدرت تتحمل هالشيء هذا المرأة، فما بالك إذا عزمت على شيء وبدها هالشيء هذا راح تقدر تحققه إيش ما كانت الظروف. راس العين، عفرين، تل أبيض، يعني هالشيء هذا المرأة اللي عم تعيش هناك يقول نحن مقيدين، يعني مخنوقين، يعني لون يعني يطلع لنا أي فرصة ما راح نضل هنيك، بس الظروف تحكم الإنسان إنه يعيش بمكان ما له رغبة فيه، بس لمن حكمة الظروف المرأة كمان ما راح تقصر. نحن كنساء يعني وطالب يعني منظمات حقوق الإنسان وأي منظمة داعي أنه بحقوق الإنسان أنه تفك هالأسر عن النساء اللي عايشات تحت الاحتلال التركي، أنه هالنساء يعني مو مجبورات يعيشوا هالشي هذا، يعني نطالب أنه يكون إفراج عنهم وعنا. يعني نحن كمان كنساء انحرمنا من أرضنا وبيوتنا، ونطالبهم يعني بأحر من قلبنا انه يستعجلوا بهالشيء هذا، لانه نحن كمان بدنا نرجع لبيوتنا، وما في اي مرة تقدر تعيش تحت الاحتلال التركي، لانه دائما حقها رايح، ودائما نعرف ان نحن العدو دائما كان يتخطى، دائما يستقصد المرأة بهالشيء هذا. شوفي لانه القائد كمان كرس كل هالشيء هذا، انه يقول المرأة هي راح تقدر تنجح ثورة روج آفا. هذا اليوم بيصادف 1 أيار من كل سنة نحتفل فيه، طبعا هو كدعم لكل كافح، لكل عامل كافح من أجل سواء كان على صعيد العائلي أم على صعيد المجتمع اللي هو بعيش فيه. يعني هذا اليوم كدعم له، كشكر له. كمان فينا نقول نحكي عن المرأة كمان، للمرأة دور كثير مهم، ونتقدم بالشكر لها، يعني أنه هي المرأة هي المناضلة، هي الأم، هي المربية، هي المعلمة في المجتمع بشكل كبير. أول شيء أثرت من الناحية النفسية عليها، من الناحية النفسية بتهجيرها من المنطقة اللي كانت عايشة فيها. طبعا التهجير من المناطق اللي هي كانت عايشة فيها لمناطق غير، كانت لقت صعوبة بالتأقلم بالحياة اللي عاشتها، كمان يعني بتهجيرها من مكان إلى آخر، ترك أراضيها وممتلكاتها،
خاصة نحكي عن المرأة اللي فقدت لا سمح الله مثلا ابنها، زوجها، يعني هي أثرت على نفسيتها كثير. ناشد المجتمعات الدولية إنه يوقفوا هذا الشيء، إنه البيانات وحدها مو كافية على أرض الواقع، إنه بيقدموا كل شيء، وبإنهاء الاحتلال التركي على الأراضي لرجع يعني كل واحد إلى بيوته، إلى أمانه، إلى مسكنه اللي كان عايش فيه. أنا كمرأة نازحة طالب كمان بجميع النساء لازم دائما نطالب بحقوقنا، وأيضا كمان نطالب بخلق جو وبيئة آمنة للمرأة.